مش كل واحدة هادية تبقى ضعيفة، ومش كل الهدوء بيبقى ضعف. في هدوء وراه سيطرة، وفي هدوء لو نطق بيكسر. الأنوثة مش انك تشرحي نفسك ولا تبرري تصرفاتك. الأنثى الذكية ما بتطلبش القبول من حد، هي اوريدي اصلا بتفرض الاحترام بنفسها. وغير كده ان هي ما بتجريش ورا حد، ولا بتخاف ان هي تخسر حد، عشان هي فاهمة كويس ان اللي بيخاف يخسر بيخسر نفسه الاول. الأنثى الذكية ما بترفعش صوتها ولا بتزعق ولا بتشرح نفسها، وبتخلي اللي قدامها يحسبها ألف حساب كويس جدا. غير كده ان هي اصلا ما بتخشش سباق مع حد ولا بتتنافس مع حد، عشان هي فاهمة كويس ان اللي واثق في نفسه مش محتاج ان هو يجري ورا اثبات. طالما انت واثقة في نفسك كويس مش محتاجة ان انت تجري تثبتي لايا كان مين. غير كده ان هي ما بتكشفش كل اوراقها وما بتحكيش كل اللي جواها. ده مش اسمه غموض فارغ، لا خالص، ده اسمه وعي. غير كده ان اخطر قوة هي اللي بتفضل ساكتة، عشان زي ما بيقولوا ايه، الهدوء ما قبل العاصفة. غير كده ان هي بتفهم قبل ما تحاول تغير، وبتهدى من غير ما تتنازل عن حقها. غير كده ان هي مش بترد على كل حاجة، عشان مش كل استفزاز يستاهل الرد عليه. غير كده ان في ردود بتقلل صاحبها. غير كده ان القوة مش في الرد، القوة في التحكم. خليني مثلا اقولها بشكل اوضح، ان اكتر حاجة بتكسر الانثى ان هي بتسيب قراراتها في ايد حد تاني غيرها. وعايزاكي تفكري دايما في اللي انا هقوله ده، ان اللي بيدي قراره لغيره بيخسر نفسه. فمهما كان ما تديش قراراتك لحد تاني، خدي قراراتك بنفسك انت، مش بحد تاني. انت فاهمه؟ غير كده ان اكتر حاجه بتدمر الانوثه انك بتربطي قيمتك بنظره حد ليكي. غير كده ان الخطر مش في الحب، الخطر انك تحبي وتنسي نفسك. واللي بيسلم قراراته بيتسحب من اللعبه من غير ما يحس. فالانثى الذكيه بتحب بس ما بتترجاش حد. بتتعلق يمكن، بس هي ما بتضيعش نفسها. عشان الحب مش انك تضيعي نفسك، الحب انك تفضلي واضحة مع نفسك. غير كده ان الانثى الحقيقية مش بتكسب معارك ومش بتخش خناقات، هي بتكسب احترام من غير مجهود وما بتعليش صوتها. لا، عشان العقل الهادي اخطر من 1000 صوت عالي. هي هادية بس وجودها لوحده بيخلي اللي قدامها يعيد حساباته. انك تكوني هادية بس وجودك يقلق، بس محدش يقدر ان هو يستهين بيكي.